وانتوا عارفين طبعا ان السنان دي وظيفتها ايه عندهم. زمان كان رمز بياكلونا، ودلوقتي بقت رمز نصرنا عليهم. ارموا اسنانهم. انا ما شبعتش منها، هات تاني. سو ان فندق. سيبوا الكوز. حد يساعدني، انا متعلقه هنا. شكرا شكرا بجد. لا يا حبة الرز، انا بحب السنان دي قوي. لا يا برتقال يا غبي. جبت منين السنة الجديدة دي يا برتقانة؟ مفيش، نزلتها الرزة الغبية. أنا عارف إن هي من الرز البسمتي علشان هي اتشالت وسابت السنان الجميلة دي. انت شرير جدا. أيوة، بس الشر بيليق عليا. بصوا كده، بقى عندي عقد حلو. ده مكان وحش، كلهم أشرار، هيفضلوا يتنمروا عليا كده. واخداني على فين كده؟ أنا عايش في مكان في وحدي. أوه، شجرة جميلة. وسط فوق كده. انتي جبتي المكان ده منين؟ أنا قتلت إنسان صغير وزينتي المكان كمان. نقعد في مكان وحدنا. ده جميل قوي، خليتيني أسعد صدق في حياتي. احنا كده نجحنا. افتكرني على طول. دي اول نومة ليا من ساعة ما العالم انتهى. اصحى بقى يا بني آدم، انت في مشاكل كتير عاوزينك تحلها. لا اما تقول لنا ايه الكائن اللي بياكلنا واحد واحد، لا اما هنتف شعر رموش عينك كلها. لا ارجوكي، هيطلع شكلها وحش قوي. يبقى اتكلم. تمام، هقول لكم، لكن قبل ما اقول لكم انا عطشان قوي. ممكن اشرب ميه؟ هي الميه حيه برضو؟ انا شفت ازازه ميه بتمشي هنا. طب اشرب من ميه الحنفيه، هي بتعيش لما بتبقى في ازازه؟ وايه اللي مخليها حيه، الازازه ولا الميه؟ انا اسف، انا مش عارف ايه قواعد حياتكم. لازم تفهموا ان انا عطشان قوي. قواعدنا بسيطة يا غبي. لو عايز تشرب مية حل مشكلتنا. انت جبت الميه؟ ايه؟ لا طبعا. انتوا لازم تحسوا انكم راضيين عن نفسكم. ومش عارف اقول لاكل ازاي ان انا ما اكلتش من فتره طويله جدا، بس علشان اساعدكم لازم تاكلوني. فلو شويه كيكه بالجبنه او مكرونه، ومش عاوز اكون مفتري، مش هطلب كتير، وعارف ان البتنجان صاحبكم، بس عاوز اكله. اي حاجه انتوا اختاروا، ايه رايكم؟ عارف ان جسمك ضعيف وبيحتاج لتغذية. اتفضل، جبنا لك حاجة تاكلها. بجد شكرا جدا. عارف ان دي معضله اخلاقيه جدا. مش قوي كده، جبنا لك المعضلة الأخلاقية. ايه ده؟ دي رجل بنت، انا مستحيل اكل حاجه زي دي. لا، ما تقدرش تاكل رجلي، قلبك حنين قوي، لكن تقدر تاكلني صح؟ مش عارف. لا عارف، وعارف انك بتفتكر طعمي كل ما بتشوفني. رايحة فين؟ انا واثقة ان الراجل ده عاوز ياكلني. عاوز تاكلني وتحطني في الكاتشب وتاكلني مع البقدونس، ولا عاوز تاكلني مع بطيخ؟ ده اللي انت عاوزه ها؟ لا، ما كنتش هعمل كده خالص. وعلى فكرة طعمك هيبقى وحش مع البطيخ. وحش؟ سمعت يا صدق؟ فكر في طعمي. اسمعي، انا اسف، بس ما اقدرش اكل رجلي. ممكن اكل شوية صوابع واقليها في شوية زيت. ايه؟ اسف، نسيت ان الزيت تبعكم. يلا نمشي يا صدق.
ما تسيبونيش لوحدي هنا. انا فاكر اني هساعدكم في بناء مجتمعكم. احنا مفكرين انك انسان مفيد في الايام الصعبة، ومش عاوزين مجتمعنا يبقى زي مجتمعكم المجنون ده. لكن انتوا مش فاهمين اللي انا فيه. انا كنت هموت من الحر، ومش انا بس، كل عيالي كمان. العيلة كلها هتسيح من الحر. عاوزين تلاجة ضروري، لكن التلاجة مش رخيصة دلوقتي، علشان كده سرقت، علشان الجو ده مش بتاعي. وكمان لما رجعت السن اللي انا سرقته كل عيالي ساح. مش قادر اتخيل ان ابني وهو بيسيح من العصاية بتاعته. انا كمان بسيح. ابعد من الصينية، انت بتسيح. الشمس. لو عاوزة سنة لازم تدلكيني جامد. انا اسفة بس ايدي وجعتني من التدليك طول اليوم. ماشي، يبقى تعملي بسرعة. ماما، عاملين ايه؟ انا عاوزة اقعد شوية. مالك؟ شكلك تعبانة قوي. انا عارفة ان الحياة مش على طول حلوة، بس انا تعبانة. بصي لعيوني واسمعي، انت بيضة كويسة وبتقولي كرتونة بيض، واكيد في يوم هتكسبي سنان كتير علشان نشتري تلاجة احلامنا. بس ما تيأسيش، اصبري دايما. عندك حق، انا بحبك قوي. الوقت خلص، لازم اروح للشغل التاني قبل ما يروح مني. الإدارة شافت إن في استراحات كتير للقهوة، علشان كده كل أنواع القهوة اتفصلوا من غير مرتب، وعاوزين حد يشتغل مكانهم بالرفاعة، والأكل اللي هيشتغل المعدات التقيلة. الحقوني، ايدي اتحشرت. مسكتك. ياه. ايه ده؟ انت اتشرخت، لازم اجيب حد بدلكم. لا، ارجوك يا مدير، انا لسه ممكن اشتغل. انا اسف، القواعد كده، والا انا كمان هتطرد. رجعتي بدري ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ لا. واو، سمعتي؟ ماما. انت كلها ماتت. مفاجأة. انت اللي عملت كده؟ وكان جامد جدا يا حبيبتي. في الاول كنت سريع، وبعدين بقيت متغاظ، وللحظة بقيت سريع ومتغاظ. لكن احنا ما اتفقناش على كده. بس احنا جربنا الطريقة بتاعتك وما نجحتش، ودلوقتي بقينا اغنياء. ممكن ننافس، ممكن نشتري مساعدة، ممكن نقنع البسكوت يساعدنا، وممكن نعين بسام كمان. بسام ده ما بيغلطش. انا مش قادرة اصدق انك عملت كده. في مقولة بتقول لازم تكسر البيض علشان تصنع العجة. ايه ده؟ اكل؟ لا، ده مجازا يعني. والعجة يعني المجتمع، والبيض المواقف الوحشة اللي لازم تحولها لحاجة حلوة. بالظبط. والمواقف الوحشة هنا ان ابني كان هيمسكني، لكن ما مسكنيش علشان كنت متنكر في زي بطاطا. اتنكرت البطاطا؟ ل10 دقايق بس. بص النتيجة بقت ايه؟ الموضوع بقى صعب جدا، كل واحد عاوز ياخد اكبر عدد من السنان. ايوه، ودلوقتي احنا معانا كتير. ممكن نلغي التعامل بالسنان ونخلي برنامجنا الجديد ما يبقاش فيه غنى وفقر. انت بتضحك على ايه؟ اسف، لكن مش هتنجح ابدا. مستحيل تنجح بأي شكل. عنده حق يا بيتي. انا اسفة، بس انت متفق مع الانسان وبتعارضني. بيتي، ما تتصرفيش معايا على انه شرير. الانسان ده ما شفناش منه غير كل خير، ومش افكار بس اللي بتنجح، وكمان بيساعدنا. صح، انا بدعمكم كتير. بصيله كده، ده بطل ياكل اكل. احنا عندنا حاجة مش عند اي حد، وهو الانسان ده.
وعلشان نفوز في الانتخابات ونصلح الأوضاع لازم نثق فيه. ابنك كان عنده حق، قالك ان ده خطير، وكلامك كمان خطير. لو مفكر اني هقف اتفرج عليك وانت بتسرق، يبقى انت والانسان بتاعك تمشوا من وش. انت زعلانة ليه؟ وافتكر انك ساعدتيني في خطف الراجل ده. ايوه، وندمان على كده. خليك على جنب وهقضي على الوضع وهقتل اللعنة اللي عملت كده. لا يا بيتي، احنا عاوزينه. انت بس اللي عايزه، علشان مفكر انك مش هتقدر تعمل حاجة لوحدك. اتغلب على مخاوفك دي بقى. مش مخاوف انا دي، مخاوفك انت ومخاوف الاكل كله. هسهل الموضوع عليك، اختار. لا اما تسيبني اقتله، لا اما همشي ومش هتشوف وشي تاني. انا اسف، احنا عاوزين. برافو عليك. ده طبع البنات كلهم، صح؟